السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود أحمد، أكون معاكم إن شاء الله في سلسلة جديدة من الدروس الخاصة بلغة برمجة بايثون. السلسلة دي تكون من أهم سلسلة الفيديوهات اللي أنا نزلتها قبل كده. حاولت أنزلها لأن شفت المشكلة دي عند ناس كتير، حاولت دايما أو بحاول دايما إن أنا مفيش مشكلة تقف قدامك، بالذات الأشخاص اللي بتبقى في الأول، علشان ما تحبطش، وبحاول أساعدك بكل الطرق. إن شاء الله السلسلة دي تكون مهمة ليك جدا وتقدر تفيدك في حاجات كتير. السلسلة بتشرح يعني كل حاجة أنا أقولها في السلسلة تبقى عبارة عن حاجة وجهة نظري أو من واقع تجربتي وخبرتي، ملهاش دعوة بأي ريفرنس أو ملهاش دعوة بأي علم تاني. أنا شايف إن دي هتساعدك، فعشان خاطر لو حد قال لي أنت جايب منين وكده. طيب تعال نشوف إيه المشكلة أصلا وتعال نشوف إيه الحل. أول ما أنت بتبدأ تذاكر أي لغة تبدأ الأول بالبيزكس اللي هي الأساسيات. الاساسيات في اللغه اللي هي بتعلمك ازاي تمشي. يعني مثلا لو انت بتعلم انجليزي، فالاساسيات ده اللي هو زي الحروف كده، مثلا اللي هو ازاي انا اعرف السينتاكس بتاع اللغه واعرف القواعد الاساسيه اللي هي اللوب والكونديشن وكده. طيب بعد ما بتخلص دول بتتعلم الاوبجكت اورينتد، وقلنا في كورس الاوبجكت اورينتد ايه فايدتها وكده. بس هي بتبقى مرحله مهمه ليك جدا بعد ما تخلص الاساسيات، ولازم ان انت تدرسها. طيب بعد ما تخلص الاثنين دول بتبدا انت خلاص مفروض معاك الاساسيات اللغه، وبدات عارف حاجات كتيره. طيب ما جه الوقت بقى ان هو انا بقى لازم ابدا اعمل مشاريع. تبقى دي المشكله دايما، اللي هو انا والله عارف الاساسيات، واسالني في اللوب هتلاقيني بجاوب، اسالني في الجود كونديشن هتلاقيني بجاوب، واسالني في اي حاجه والله هتلاقيني عارف القواعد وعارف كل حاجه. بس انا لما بيطلب مني برنامج انا ما بعرفش امشي ازاي، ما بعرفش والله المفروض امشي واحد اتنين تلاته، لا دي مش في دماغي. يعني انا لو قلت لك دلوقتي تعالى اعمل برنامج داونلود، طب اعمله ازاي؟ مع ان انا لو انا عملت قدامك انا برنامج داونلود بسيط هتلاقي لا دي انا عارفها ودي انا عارفها ودي انا عارفها. طب ازاي انت عملتها؟ طب الحته دي انا ما كنتش عارفها، ازاي انا حسيت ان دي انا محتاجها؟ او ازاي لما انا كنت محتاج حاجه مش عارفها، ازاي اعرف هي دي الحاجه اللي انا محتاجها؟ ازاي اعرف مثلا ان الموديول ده هو اللي ناقصني عشان احل المشكله دي؟ ازاي لما اقف قدام مشكله وانا مش فاهم هي ايه احاول ان انا افهمها واعمل سيرش على الانترنت واجيب الحل بتاعها؟ طيب المشكله دي بتبقى يعني بتعمل عائق كبير جدا للناس اللي بتتعلم، اللي هو انا مش قادر امشي خالص، انا عرفت كل المفروض ان انا عارف كل حاجه ومش قادر ان انا اعمل مشروع. طب ايه الحل؟ الحل بيبقى انك تكود كتير. مثلا اقول لك على حاجه، تخيل كده دايما الشخص المبتدئ بعد ما بيعرف شويه بيقول لك روح اتدرب في شركه. طب ليه هتدرب في شركه؟ بتروح بتشوف شخص عنده نوليدج عاليه، يعني عنده معرفه كبيره في الحته دي. تبدا انت هو يعطي لك حاجه بسيطه تعملها، فلو انت معرفتهاش هو يقعد يشرحها لك ويوري لك بيعملها ازاي في المشاريع الكبيره. فانت تبدا تشوف والله ده هو بيشتغل واحد اتنين تلاته، فتبدا انت تكتسب الحته دي منه، تبدا انت تطبقها انت في شغلك، فمره شهر في اتنين في تلاته بتلاقيك قادر انك تعمل مشاريع. فدي الحته اللي انا عاوز اوصلها لك من خلال الكورس، اللي هو انت عشان لو انت مش بتدرب في الشركه عشان انت مش هتروح في مكان، انا هشتغل انا قدامك واغلط واقول لك انا غلطت في الحته الفلانيه ونشوف نغلط فيها. طب وايه اللي انا يعني انا لما غلطت ايه اللي وصلني وعرفني ان ده الحل الصحيح؟ اقول لك ازاي بنجيبها. ازاي واقف قدامك مشكله بتعمل سيرش على الانترنت بتجيب الحل، بتدور بتعمل سيرش هنا، وامتى اسال على الجروب ما دام جوجل موجود. انت مش محتاج انك تسال على جروبس او تسال حد، لا جوجل هيغنيك عن حاجات كتير قوي. طيب الفكره ان انا مش عاوزك تجيب اب، مش عاوزك يعني تستسلم للموضوع. هي المشكله بسيطه، هم شويه امثله انا بحاول احضرهم على قد ما اقدر يكون كم اكبر، او بروجكتس من الحاجات البسيطه لحاجات كبيره، عشان اكون انا وفيت لك كل حاجه. الغرض ان انا هنشوف المشكله، هبدا افسر المشكله، ارسم لك ان انا كمحمود لما بيجي لي مشكله المفروض بعمل ايه. اجيب ورقه مثلا واقعد ارسم الحاجه دي عندي، هرسمها لك انا على الشاشه عشان تبقى واضحه قدامك، واوضح لك كل نقطه ماشيه ازاي، واقول لك انا ازاي بنكون الحاجات دي. فاكر زمان لما كنا في ثانوي مثلا، لما كان بيجي مسألة رياضة مثلا، فكان بيقتلك المعطيات بتاعتك كتير، فانت عشان تحل المسألة دي وتجيب الحتة اللي ناقصاك فكنت بتجيب المعطيات تكتبها كده جنب بعض، وبعد كده تبدأ تستنتج من دي ودي تقوم جايب قيمة زيادة، او من الحتة دي مع الحتة دي يبقى الزاوية دي مش عارف قيمتها كذا. هو ده اللي احنا هنعمله بالظبط. هنشوف المشكلة، هنبدأ نفسر المشكلة واحدة واحدة، وهنبدأ نشوف المعطيات، وابدأ اقول لك انت لما تلاقي الحتة دي موجودة والحتة دي موجودة ابدا هنا استخدم مش عارف لوب. انا لو عايز اعمل الحته الفلانيه والله هعمل كونديشن وفيها كذا، وهنبدا نتعلم ونشوف حاجات جديده. تمام. الفكره في الكورس زي ما قلت ان انا بحاول ان انا اغنيك عن حته ان انت او اعوضك عن حته ان انت تروح تتدرب في مكان بامثله انت هتشوفني وانا بحلها من بسيط لمركب. طيب الامثله دي هتتطلب ايه؟ يعني انا لو مذاكر اساسيات وبجكت اورينتد بس، هل ده كافي ان انا اسمع من وراك السلسله؟ لا ركز معايا. الكورس متقسم لحاجتين. اول حاجه خالص برامج بسيطه خالص هنشوف فيها التعامل مع الموديولز بس، يعني كل اللي احنا هنحتاجه من بره شغلنا هو الموديولز،
حتى زي الثريدنج، حتى زي الاو اس، حتى مش عارف زي كذا. ده اللي احنا هنحتاجه، موديولز بسيطه. وده طبعا هيبقى التراك الاول اللي انا هاخدك فيه واحده واحده كده من امثله بسيطه لحاجات ايه انت بتستخدمها في حياتك اليوميه. بعد كده هنشوف مشاريع كبيره، هشوف حته تريكايه كده او حاجه وقفت قدامي وهنبدا نطبقها في فيديو مثلا ايا كان حجم الفيديو. وممكن انا الحته نقسمها فيديوهين ثلاثه مفيش مشكله لو حجمه كبير، ساعه مثلا او كده. هنشوف في اول تراك خالص هنتعلم فيه تعاملنا مع الموديولز. التاني تراك اللي هو هيكون مشاريع كبيره شويه هنتعلم فيه بقى مع الباي كيوتي وجانجو وباي جيم كيفي، هنتعلم فيه مع موديولز كتير. وطبعا كعادتي دايما في اي شرح ان مفيش كلمه انا هقولها غير لما هوضحها. فلو اتعاملت مع اي حاجه من دول سواء كانت كيفي باي جيم كل حاجه، لو انت حتى مش فاهم كيفي قوي، لا انا هوضح لك انا الحته دي قبل ما اتكلم فيه. تمام. طبعا زي ما قلت الغرض من السلسله هو ان انا احل لك المشكله دي خالص. اتمنى السلسله تكون مفيده ليك. ولو انت شايف الفيديو مفيد، عندك اي فيدباك، عندك اي اراء، انا طبعا بحب جدا الناس تقول لي ارائها او يقول لي الفيدباك بتاع الكورس. يعني مثلا يقول لي والله يا باشمهندس الفيديوهات انا شايف ان هي كويسه، مثال مثلا نزل شايفه كويس قول لي كويس، حته حسيتها مهمه وانا قلتها في فيديو قول لي مثلا هات لنا كمان فيديو للحته دي انا شايفها كويسه. انت فاهم، عندك فكره مشروع وحاولت تطبقه ما عرفتش قول لي الفكره وانا هعملها انا وانزلها لك شرح فيديو. اي اقتراحات، انا بتمنى الناس دايما تقول اقتراحات. بس انا زي ما قلت الفيدباك على الفيديو ده على القناة على اليوتيوب او عندي على الجروب. اتمنى الكورس يكون مفيد ليك، وانا بحاول دايما والله اسهل لك الموضوع. وانت لو شايف اي فكرة تانية غير دي هتسهل لك الموضوع قول لي وانا هنفذها. انا لو شايفها كويسة انا هعملها، ما عنديش اي مشكلة. انتظرونا ان شاء الله في الدرس الجاي، هيكون اول مثال لينا هوضح فيه الفكرة شوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.